السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطيرة عائلية اقتصادية بحشوة لذيذة بزاف وسهلة. فقط تبعوا معايا المراحل وطريقة التحضير. كتعطينا واحد الكمية اللي هي هائلة وكثيرة تصلح في هذه الأوقات هذا فحال الصيف و للعشاء أو الغداء. عندنا في المكونات كأس ونصف من الحليب، ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية خميرة الخبز، ملعقة متوسطة من السكر. كنخلطوهم نخليوهم واحد الدقيقة حتى كيتفاعلوا، ومن بعد نضيفوا بياض بيضة، صفار بيضة نحتفظوا به للتزيين. نضيف هنا نصف كأس من الزيت، ضفت ملعقة صغيرة من الملح. الملح كيبقى اختياري حسب الذوق. كنخلطوا المكونات جيدا حتى كيندمجوا مع بعضهم، ومن بعد نبداو نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق انا ضفت هنا 2 كأسان من الدقيق وكيس واحد من خميرة الحلويات 8 غرام. ونبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي تكون رطبه، تكون تقريبا كتلصق في اليد. انا ضفت الكأس الثالث كما تشوفوا. انا بالنسبه لي الكميه اللي خدات لي هاد العجينه هذه 5 كؤوس، ما يعادل 500 غرام من الدقيق. ضفت هنا الكأس الرابع كما تشوفوا هنا. الدقيق يعني كنضيف بشويه بشويه. بالنسبه لهنايا الكأس الخامس كنضيفو بشويه بشويه. بالنسبه لهنا العجين كما تشوفوا هنا باقي كيلتصق باليد. العجينه تكون باقا كتلصق باليد. اليد الثانيه اللي ما كنخدمش بها كما تشوفوا راني نحطها على العجين ما كتلصقش، واليد اللي كنخدم بها كتلصق لانه موجود فيها العجين. يعني هنا دهنتها بالقليل من الزيت وغادي نغطيوها ونخليوها حتى ترتاح وتضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للحشوه هنايا عندي مقلاة عملت فيها القليل من الزيت، زيت المائده. ضفت له القليل من زيت الزيتون. هنا ضفت لهم بصله متوسطه، فصين من الثوم مبشورين حتى هما ضفتهم. ضفت هنا 250 غرام من اللحم المفروم. عملت لهم واحد شويه ديال الملح طبعا. هنا كنحاول انني نفرتتها. ضفت هنا واحد حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، حبة فلفل أحمر، عفوا حبتين من الفلفل الأحمر وحبتين من الفلفل الأخضر اللي مقطعين مكعبات صغيرة. القليل من الزعتر ما يعادل ملعقة صغيرة، ملح، فلفل أسود، بابريكا. عملت بابريكا ملعقتين صغيرتين، ملعقة صغيرة غير مملوءة من الكمون. وكنخلطوا المكونات جيدا. طبعا ضفت واحد رأس ملعقة من الشطة او السودانية او الهريسة او اللي كيتوفر عندكم. هنا من بعد ما طابت ونشفات من هذيك بقات غير زويته كما تشوفوا، نشفات من لاصوص، كنضيف لها الزيتون وكنضيف القزبر او البقدونس ونطفو عليها. بالنسبه نخليوها حتى تبرد تماما عاد نستعملوها. بالنسبه للعجين هنا كما تشوفوا ضاعف الحجم ديالو واختمر. كنقسمو الى قسمين. كناخذ القسم الاول او الكره الاولى. كنعمل الدقيق دائما كنستعنوا بالدقيق، كنرشوا الدقيق فوق سطح العمل وكنرشوا الدقيق فوق العجين وكنبسطوها بهذا الشكل هذا بشكل مستطيل او بشكل مربع. كنستعن بهذا المدلك هذا وكنحملها ونعملها فوق صينية الفرن بهذا الشكل هذا. نحاول اننا نقادوها او نعدلوها بهذا الشكل حتى كتاخذ الشكل ديالها. ومن بعد نثقبوها بفرشاة. كنحاولوا نثقبوها. هنا الحشوه من بعد ما بردت تماما، الحشوه ما كنعملوهاش سخونه في العجين، كنعملوها بارده. كنوزع هذه الحشوه هذه بشكل متساوي وكنحاول انني ما نوصلش الجوانب بهذا الشكل هذا.
طبعا هاد الحشوه هذه كتجي لذيذه بزاف، وهاد الفطيره كتجي رائعه رائعه قمه في الروعه. فقط جربوها ما تندموش عليها، وغتعجبكم وغتعجب وليداتكم. بالنسبه هنايا ضفت كاضافه اخيره هاد الجبن، جبن موزاريلا مبشور، فقط القليل. ومن بعد كناخذوا العجين او الكره الثانيه ديال العجين، كنبسطوها بنفس الطريقه اللي بسطنا بها العجين الاول كما تشوفوا هنايا. وغناخدها ونحطها بشكل مقاد فوق العجين الاول او فوق الحشوه، ونحاول انني نضغط في الجوانب بهذا الشكل حتى نحصل على شكل مربع او مستطيل اللي يكون مقاد. كنحاول انني نضغط عليها هكا باش نقادها. غناخد شي قطعه ونقطع هاد الجوانب. هذوك الجوانب ممكن انكم تجمعوا هذيك العجين وتعاودوا تعملوها في الفرن اللي تعطيكم عجينه البيتزا، ما تضيعوش. انا بالنسبه لي انايا خديته وعملته كويره، وعملته يعني عجينه البيتزا، طيبته في الفران على شكل عجينه البيتزا، ونحتفظ بها وقت ما بغيت نعمل بيتزا نستعملها. بالنسبه لهنايا كناخذ هاد الجراره هذه او هاد القطعه، كنحاول انني غير نطراسي بها، يعني ما كنقطعش، غير كنطراسي بهذا الشكل هذا كما شفتوا في الصوره. ومن بعد نجيب موس او سكين نقطعو هاد العجين بهذا الشكل، نحاولوا نقطعوه في الاول غير طراسينا، ومن بعد بدينا كنقطعوه، يعني كنغرقو وكنقطعو بهذا الشكل باش يعطيني واحد يعني بحال عطاني مربعات على شكل اكس او على شكل في، كما تشوفوا هنايا 4 مربعات على شكل اكس. يعني تمشيو بنفس الطريقه ديال التقطيع غادي تعطيكم هذا الشكل هذا، حيت ملي غيطيبوا غيوليو فطائر مقطعه ومقاده. هنا خديت داك الصفار الابيض، ضفت له 1 ملعقه من الحليب، ودهنت به الوجه ديال هاد الفطيره هذه او هاد الفطائر. والتزيين كيبقى اختياري. حاولت انني نزين بهاد الحبه السوداء، القليل من الحبه السوداء، وانتم كيبقى لكم اختيار، ممكن انكم تزينوا به وممكن انكم تستغنوا عليه. عملت واحد شريحه او دائره من الزيتون، يعني زيتون مقطع دوائر. كناخذ كل دائره كنعملها في وسط واحد الفطيره، وكتجي بهذا الشكل. كندخلوها للفرن، شعلت عليها انا من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200 حتى تحمرات من التحت ومن الفوق. وبصحه وراحه كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه وكتجي لذيذه، والعجينه كتجي كالقطن. يعني تقدروا تستعملوها لجميع الاستعمالات. شكرا والسلام عليكم.